في ذكرى ميلاد قطة السينما هل جمع الحب بين زبيدة ثروت والعندليب؟ تعتبر الفنانة زبيدة ثروت واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية التي ظهرنا في منتصف خمسينات القرن العشرين، وتركت بصمة لا تزال محفورة في تاريخ الفن حتى وقتنا الحالي. وتصادف اليوم 14 يونيو الذكرى 85 لميلاد زبيدة ثروت، حيث أنها من عام 1940، والتي امتدت مسيرتها الفنية نحو 30 عام، قدمت من خلالها العديد من الأعمال السينمائية. وتميزت زبيدة ثروت بشدة جمال عيونها، ما جعل الجمهور يلقبونها بألقاب عدة، منها صاحبة أجمل عيون وقطة السينما العربية. وارتبط اسم قطة السينما بالعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، حيث انتشرت العديد من الأنباء حول وجود علاقة حب جمعتهما، خاصة بعدما تعاونا معا من خلال فيلم يوم من عمري سنة 1961. وكشفت الفنانة الراحلة حقيقة وجود قصة حب تجمع بالعندليب من خلال تصريحات تلفزيونية في آخر ظهور لها قبل وفاتها. وقالت زبيدة ثروت أثناء استضافتها ببرنامج واحد من الناس المذاع عبر قناة الحياة مع الإعلام عمرو الليثي إن قصة الحب بينها وبين عبد الحليم حافظ بدأت من فيلم يوم من عمري، وإن تصوير الفيلم استمر لمدة عام. وأضافت إن عبد الحليم حافظ كان رقيقا ولطيفا للغاية، وإنها كانت تحبه بشدة، لكنها كانت لا تستطيع أن تخبره بحبها نظرا لحداثة سنها وقتئذ، مضيفة وانا قدرت اقول لعبد الحليم اني بحبه، ولا هو قدر يقول لي انه بيحبني. قدمت زبيدة ثروت العديد من الافلام، منها دليل، الملاك الصغير، نساء في حياتي، حادث الشرف، شمس لا تغيب، بنت 17، ولقاء هناك. كما شاركت في زوجة غيرة جدا، والمذنبون، ولا شيء يهم، ونصف عذراء، وفي بيتنا رجل، والحب الحرام، والاحضان الدافئة، وزمان يا حب. كما شاركت زبيدة ثروت في العديد من المسلسلات، منها وفاء بلا نهاية، وأفواه وأرانب، ومشوار المجد، والعذاب، ورد قلبي، وعذراء البادية. وفي المسرح شاركت زبيدة ثروت في عدد من المسرحيات، منها مين يقدر على ريم، عائلة سعيدة جدا، حماتي والمنديل، 20 فرخة وديك، وأنا وهي ومراتي. أخيرا اتوفت زبيدة ثروت في 13 ديسمبر 2016 إثر إصابتها بمرض السرطان عن عمر ناهز 76 عام.